السلام عليكم. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ شوفوا زرعت هاي شجرة، هاي طالع منها ورق جديد. عندكم باع الورق الجديد اللي هنا طالع ايضا، وشوفوا صعدت. هاي شجرة السدر شباب، هاي زرعتها وصعدت ما شاء الله. يعني شوفوها الخضار مالها، وقعت الا شوية اثرت. يلا شباب شوفوا الخضار ما شاء الله، خضار كلش قوي. نشوف مثلا عندنا الاوراق مالتها بدأت تصعد، بس تصعد توصل للشمس اسرع. وعندنا هاي شجرتي الثانية القديمة، هاي اللي كلكم تعرفوها شباب اصدقائي المتابعين. هاي الشجرة العملاقة صارت طويلة وعبرت هذا السياج، قام يوصل لها شمس بشكل طبيعي. شوفوها ايش حالاتها، شوفوا الهواء ايش قد حلو جاي يحرك شباب. هاي من الزاوية الثانية شوفوا، هاي تكبر تتغطي هاي الصفحة مال السما كلها تجي من هنا تغطي هذا الحوش كله يصير تغطية كبيرة. شوفوها عندكم هاي الشجرة بدأت تصعد وتطلع، من تطلع الشمس توصل لها وتنوب براحتها بعد، بس تطلع هذا السياج. للعلم هسه هو يوصل لها شمس يعني، بس هاي لا، هاي يوصل لها شمس بشكل رهيب يعني. هاي باعتبار نجحت هسه. وهذا الساق مالها شوفوا شباب، الساق مالها متين ما شاء الله يعني، بس بالتصوير ما يبين يا حبايبي. شوفوا هالصبعي شوفوا ايش قدوسه قدام الصبع الانسان العادي ما شاء الله يعني. شباب الحديقة كلش بها زعابيل هواي والله وغراض. وهذا عندكم احنا قاصينه الاخشاب، هاي مقلمين الشجر. شوفوا ما شاء الله يعني هواي حطب هذا، بس هذا حطب ناعم ما يفيد، كلش ناعم. هاي الشغلات كلها لازم نشيلها. وهاي شجرتنا حبايبي. يعني انا ما اريد اخلي الفيديو يصير طويل عليكم، مجرد تشوفون الخضار وتشوفون التطور اللي صار بيه، وارتفاعها صار عالي. والبارحة بالليل شفت عصفور نايم بيه يعني، صرت تصوره بس ما صورته حرامات. فشوي شوي بدأت حتى العصافير تلتم عليها او تتعود عليها. وهاي النموات مع شجرة الثانية، شوفوها نموات جديدة. وهسه حبايب قلبي ننهي الفيديو، واتمنى شاهدتوا واستمتعتوا بالخضار الجميل، وتحياتنا لكم. اريد من عندكم لايك واشتراك يا طيبين. مع السلامة.